خلينا نكون صريحين، انت ما انتش عصبي طول الوقت، انت بس لما بتتوجع بتتحول تزعق، تخبط على الباب، تقول كلام مش شبهك، وبعدها تسأل نفسك وانا عملت كده ليه؟ طيب تعالى ما تخافش، مش هقول لك بطل عصبية، انا هوريك ايه اللي بيحصل جواك قبل ما بتنفجر، والمرة دي من غير ما حد يحكم عليك. خد بالك، انا مش جاي اقول لك بطل عصبية لان دي اسهل جملة تتقال واصعب جملة تتنفس. انا جاي امشي معاك خطوة خطوة لحد اللحظة اللي قبل ما صوتك يعلى فيها. فاكر اخر مرة اتعصبت؟ يمكن زعقت، خبطت الباب، رميت حاجة في ايدك، او قلت كلمة جرحت حد، ويمكن بعدها ندمت، ويمكن فضلت مقتنع انك انت كنت على حق. لكن في الحالتين هل المشكلة اتحلت ولا اتولدت جنبها مشكلة جديدة؟ الناس شافت صوتك العالي لكن يمكن ما شافتش اللي كان بيحصل جواك، الخوف، الاحباط، الرفض، الاهانة، الاحساس بالظلم، احساس ان انت محدش سامعك وان رأيك مش مهم. عارف، الغضب ساعات بيبقى عامل زي جبل التلج، الناس بتشوف منه بس الجزء الظاهر، صوتك وكلامك وعصبيتك، لكن تحت السطح ممكن يكون في وجع كبير محدش شايفه. والغضب مش دايما اول شعور، ساعات بيكون اخر واحد بيدخل لكنه اول واحد الناس بتشوفه. وساعات تانية الغضب بيكون رد فعل طبيعي جدا على ظلم او اهانة او حد تعدى حدوده عليك. يعني غضبك مش معناه ان انت شخص سيء، بس اسمعني كويس، الوجع يفسر لكنه ما يبررش. من حقك تزعل، ومن حقك تعترض، ومن حقك تقول انا اتظلمت، لكن مش من حق الغضب ان هو يسرق لسانك او يستخدم ايدك او يخليك توجع حد وبعدها تقول انا ما كنتش اقصد. عارف ليه الكلمة ساعات بتطلع قبل ما بتلحق انك انت توقفها؟ لان وقت الغضب الشديد الانفعال بيجري اسرع من تفكيرك، جسمك بيدخل في حالة انذار، وقلبك بيجري، ونفسك بينقطع، وعضلاتك بتشد، ومخك يبدأ يشوف اللي قدامه ان هو عدو لازم تحاربه. عشان كده انا مش هطلب منك وقتها ان انت تقعد تحلل نفسك، لان لحظة الغضب مش وقت تفكير طويل. لكن انا هديلك شنطة اسعافات الغضب سريعة جدا في 4 خطوات، احفظهم. اقف، ابعد، هدي جسمك، وارجع اتكلم. اول خطوة، اقف. اول ما تحس ان صوتك بدأ يعلى وجسمك بدأ يسخن وايدك بدأت تشد، وقف الرد، ما تكملش الجملة المؤذية، وما تعملش الحركة اللي انت هتندم عليها بعدين. خد بالك، مش معنى ان انت سكت لحظة انك انت ضعيف، ساعات اقوى رد هو الرد اللي انت قدرت تمنع نفسك منه. الخطوة التانية، ابعد، قول انا متعصب دلوقتي ومحتاج اهدى شوية، وبعدها هنبقى نتكلم. وابعد لدقايق، ابعد عن الشخص وعن المكان وعن الحاجة اللي انت ممكن تكسرها. الابتعاد المؤقت مش هروب، الابتعاد المؤقت انقاذ للموقف. ثالث خطوة، هدي جسمك، خد نفس ببطء وخلي خروج النفس اطول من دخوله. اغسل وشك بمية باردة او اتوضى، او امشي شوية لحد ما السخونة اللي في جسمك تقل، لان قبل ما عقلك يسمعك لازم جسمك يعرف ان المعركة وقفت. رابع خطوة، ارجع واتكلم، مش ترجع عشان تكمل الخناقة، ارجع عشان تترجم غضبك. قول انا اتضايقت لما حصل كذا، انا حسيت ان رأيي مش مهم، انا شايف ان اللي حصل ده مش عدل، انا محتاج ان انت تسمعني. ساعتها انت ما كتمتش غضبك، انت حولته من اذى لكلام. لكن يمكن بتسألني، طيب ولو انا فعلا مظلوم، ولو في حد اذاني، اسيب حقي؟ لا، اوعى تفتكر ان التحكم في الغضب معناه ان انت تسكت عن الظلم. من حقك ان انت تحمي نفسك، ومن حقك ترفض، ومن حقك تطلب حقك، لكن خد حقك من غير ما تخسر نفسك وانت بتاخده. لو في خطر ابعد الاول، ولو تقدر تتكلم بامان قول له بوضوح انا مش قابل اللي انت بتعمله. ولو الشخص اقوى منك او الاذى بيتكرر، احكي لشخص كبير بتثق فيه، روح احكي لوالدك، احكي لوالدتك، احكي لاستاذك، احكي لشخص يقدر يحميك. طلب المساعدة مش ضعف، والسكوت عن الأذى مش شجاعة. في فرق بين الحزم والعدوان. الشخص الحازم بيقول ده حقي وانا مش هسمح لك انك انت تتعداه، والشخص العدواني يقول هوجعك زي ما وجعتني. في فرق بين انك انت توقف الظلم وبين انك انت تتحول لنسخة تانية من الشخص اللي ظلمك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تغضب، وقال ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن القوة الحقيقية مش إنك أنت تخلي اللي قدامك يخاف منك، القوة الحقيقية إنك أنت تقدر توقف نفسك في اللحظة اللي كان ممكن فيها غضبك ده يكسرك ويكسر غيرك. أسهل حاجة تكسر اللي قدامك، وأصعب حاجة تمنع نفسك من كسره.
لو حسيت ان انت غضبك ده اكبر منك بكتير، وانك بتنفجر فجأة او بتأذي نفسك او بتأذي اللي حواليك، او بدأت تخاف من اللي انت ممكن تعمله، ساعتها ما تواجهش ده لوحدك. قول لشخص بتثق فيه، قول له انا تعبان، قول له غضبي خارج عن سيطرتي، انا محتاج مساعدة. طلب المساعدة مش معناه ان انت ضعيف ولا انك انت لا سمح الله مجنون. طلب المساعدة معناه انك شجاع كفاية عشان تنقذ نفسك قبل ما تخسر ناس بتحبهم. مفتاح حلقتنا النهاردة: انت مش غضبك، والغضب مش دليل انك انت شخص سيء، لكن اللي انت بتعمله وانت غضبان مسؤوليتك. وقت الغضب وقف، ابعد، هدي جسمك وارجع اتكلم وخد حقك، لكن اوعى تخسر نفسك وانت بتاخده. وقبل ما امشي عايزك تعرف ان احنا لسه لينا كلام كتير مع بعض، لسه هنتكلم عن حاجات بتحصل جواك ومش دايما بتعرف تقولها، عن الخوف وعن الوحدة وعن الرفض وعن التنمر، وعن اللحظات اللي انت بتحس فيها ان انت مفيش حد فاهمك. السلسلة دي مش هتتكلم عنك بس، لا، دي هتتكلم معاك. وانا مش بطلب منك الكمال لان مفيش انسان كامل، انا بطلب منك كل يوم تبقى افهم لنفسك من امبارح، لانك انت مش اسوأ لحظة حصلت في حياتك ومش اخر غلطة انت عملتها. انت انسان لسه بيتعلم، وكل مرة بتختار فيها انك انت اللي تسوق وتقود غضبك بدل ما هو يقودك، انت بتبني نفسك من جديد. اشوفك في حلقة جديدة في ما لا يقوله الابناء.